حياكم الله وتحياتي لكم وصباح الخير عليكم اخوان. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على الاسعار ديال الزيتون وعلى هادشي اللي كيوقع هنا على حساب الزيتون. الاخوان دابا الزيتون انتم كتشوفوا الشتاء وهاد الاجواء اللي دازت الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال. انتم كتشوفوا الناس ضاعت في رزقها، وكاين اللي سمح في رزقه، كاين اللي سمح فيه بصح كاين اللي سمح في الزيتون، فهمتي؟ والله يحسن العون لكل واحد. هنا الدرويش راه حالته لا حالة الله وربي اللي عالم به، ولهذا بغيت نهضر مع الناس ديال البيع والشراء ولا كل شيء. فلهذا اخوان اللي عليكم متابعة الصفحة والبارطاج، الله يسهل عليكم. دابا الاخوان كنشوفوا واحد الحالة اللي ديالاش اللي كنشوفوا الا بغيتي تقول بحال واش الانسان كيستغل هذه الوضعيه هذه اللي فيها هذا الدوار ولا كيفاش، ما فهمناش. الموضوع ديال هذا الزيتون كيقول لك اسيدي البيع والشراء، كيقول لك هذا الزيتون ما كيعطيش الزيت كاع الاخوان، ما كيعطيش الزيت كاع. اللي كيهضر كتسمع غير 10 9 كذا. وانا شوف راه كنحلف بالله قسما بالله الى الزيتون مسقط ما عاد نقول لك 20 يوم، نقول لك شي 22 يوم هو عندنا في الدار. جا السيد داه قسما بالله الا عطاه 17 ونص للقنطار، فهمتي؟ ولهذا دابا الناس هنايا كيطيحوا الثمن. القنطار على سوم 2 دراهم كيعطي 10 يطرو، كطيح الزيت ب 400 الاخوان، فهمتي؟ وعلى سوم 3 دراهم كطيح الزيت ب 600. يعني على سوم 10 يطرو للقنطار، انا ما ضربتش كثر، انا ضربت على 10 يطرو للقنطار، فهمتي؟ وما هي راه كيعطي كثر، راه ضرب من 15 14 الاخر 17 16، فهمتي؟ والمسقوط راه كيوصل حتى ل 19. يعني شوف هاد الحاله اللي وصل ليها المواطن الدرويش في هاد الدوار. كيستغلوا الطريق مقطوعه، كيستغلوا بزاف ديال المسائل. فلهذا انا كنقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله. راكم كتشوفوا الموت شنو كدير، وراكم كتدفنوا معنا الميت بيدكم. واش ما كتقولوش حنا المصير ديالنا كي غيكون تحت الارض؟ فلهذا الاخوان راه بغيت نقول لهم حنايا هنا في هاد الدنيا طلقنا ربي بحال كنقراو في مدرسه. راه اللي نجح غينجح راسو، واللي سقط راه مصيره مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا الاخوان اتقوا الله في المواطن الدرويش، الله يسهل عليكم. وما تنساوش لايك وبارطاج اخوان.